ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد. اللهم ارزقنا في هذا الصباح حلو الحياة وسعة في الرزق وراحة في البال، وألبسنا لباس العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة كله صلى على النبي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كده روتين كده بسيط، يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. ولو اول مرة كده بتشوفي القناة بتاعتي ياريت كده تشتركي وتضغطي على كلمة الكل اللي هتظهر لك كده باللون الاسود او بالازرق، وشرفيني كده عشان قناتنا المتواضعة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. وطبعا بحب ارحب بكل حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني، وبقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق. وطبعا حبايب قلبي ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. زي ما قلت لكم بقى الفيديو بتاعنا كده روتين كده سهل وبسيط. عايزه اقول لكم ان الروتين بتاعنا ده كان بادئ الظهر، ما كانش بادئ بدري ولا حاجه. والروتين بتاع النهارده كده سهل وبسيط، قلت كده اشجع كده بيكم ومعاكم ونتكلم كده مع بعض شويه. اول حاجه كده بدأت بيها كان عندي كده شويه الملابس ديت، كنت غسلها بقى وبنشرهم كده. الجو كان ما شاء الله يعني اللهم بارك، الشمس طالعه وجميله. وزي ما قلت لكم الروتين بتاعي ما كانش بادئ بدري ولا حاجه، الروتين بتاعي كان بادئ الظهريه كده. وكان عندي بقى السمنه دي، عايزه اقول لكم ان ده وش اللبن، بس انا حطيته بحاله يعني ما لفتوش كده زي الزبده ولا حاجه. واللي طالع دي بقى المرطة اللي طالعة ديت بفرمها في الكبة او في الخلاط كده بشوية لبن صغيرين، وبتبقى معايا احلى مرطة طبعا. لو انت حابة تحدقيها اكتر من العادة عادي براحتك، يعني نسبة الحدوقية كده براحتك. انا هنا بقى بصفيها بالمصفى الناعمة دي، او بالمصفى السلك، عشان ما تنزلش اي شوائب في قلب السمنة بتاعته. وعايزة اقول لكم ان انا مش اول مرة اعملها بالطريقة دي، وجميلة جدا وبتقعد معايا، يعني ممكن عايزة اقولك ان هي تقعد معاكي من السنة للسنة. دي قشطة وش اللبن كده لو انت عايزة تلفيها، بس بتاخد معاكي وقت وساعات ما بتربطش. فانا بستسهل بقى وبحطها بحالها كده، هي صحيح بتاخد مني وقت بس مش مشكلة، في الاخر بتديني نتيجة حلوة. واللي طالع منها ده بقى زي ما قلت لكم بفرمه كده في الكبة او في الخلاط بشوية لبن كده صغيرين، وبظبط كده الملح بتاعها. لو انت حابة الملح بتاعها يبقى زيادة يبقى قليل ده براحتك انتي. وبعبيها كده في برطمان او في اي حاجة عندك، او في علبة من علب التلاجة. بتبقى جميلة جدا بقى في وقت كده فطار، في وقت العشاء. وممكن كمان تحمريها كده بملح زيادة وتحطها لو انت عندك مش ولا حاجة وعايزة تحطي فيه اللي هو بتاع الجبنة القديمة، عادي ممكن تعمليها برضو وتحطيها عادي. هنا بقى انا كنت بوريكم كده شكل السمنة. عايزة اقول لكم ان هي يعني سوتها جدا وبقت بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان الريحة بتاعتها كانت مفحفحة وجايبة لاخر الشارع. هسيبها شوية كده بقى لعند ما تبرد كده، وبعدين هعبيها بقى في البرطمانات اللي انا عايزة اعبي فيها. وهنا بقى كنت جبت كده والقساية طلعت 2 كيلو الا ربع، فجبتها كده بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. فرطت معايا يعني كمية حلوة، عملت منها كده على قدنا، يعني كانت عاملة 4 اكياس كده معايا. عايزة اقول لكم برضو ان انا حاجة التخزين دي ما بجيبهاش كده مرة واحدة، يعني كل ما بنزل كده والاقي مثلا الحاجة قدامي كده اسعارها حلوة، بجيب كده حاجة اخد منها جزء مثلا للاكل والباقي اعينه. يعني ما بحبش ان انا ازنق نفسي كده في المصاريف واجيب حاجتي كده كلها مرة واحدة. لا، انا حاجة التخزين دي اجيبها مثلا كيلو كيلو، تبع ما انا تبع مقدرتي او تبع مثلا ما يكون معايا. يعني ما تظلميش نفسك كده في المصاريف، على قد ما قدرتك. ولو قادرة ان انت تجيبي حاجتك كلها مرة واحدة كده وتخزنيها، ربنا يا رب يديم عليك النعمة ويديمها علينا جميعا اللهم امين. تعالوا بقى اما اقول لكم انا سمعت ايه النهارده كده من واحدة، والكلمة طبعا ما عجبتنيش.
يعني بتقول لي إن أنا ما باحبش القعاد بتاع البيت، فأنا رديت عليها وقُلت لها يعني ده القعاد في البيت أو البقاء في البيت ده نعمة وسكينة من عند ربنا، وإنه فعلًا من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة كده ويحفظها يا رب من الزوال اللهم آمين. يعني بتقول إن أنا ما باحبش إن أنا أقعد في البيت، أنا بازهق من قعدة البيت، أنا ما باحبش قعدة البيت، الكلام ده. لأ يا حبيبة قلبي، قعاد البيت دي فعلًا نعمة في غيرنا فعلًا محروم منها، فربنا يا رب يديمها علينا يا رب نعمة اللهم آمين، فلازم نحافظ عليها من الزوال. وكمان عايزة أقول لِك إن مهما الواحد خرج من البيت أو راح أو جه طول اليوم، ففعلًا بيرجع مشتاق لبيته ومسكنه، لإنه فعلًا الإنسان مش بيحس بالراحة والطمأنينة إلا ببيته. كفاية إن أنتِ في ما بين 4 جدران كده وباب مقفول عليكِ، دي فعلًا نعمة فعلًا مش هتحسي بيها أو مش هيحس بيها إلا اللي اتحرم منها، فربنا يا رب يديمها علينا كده يا رب نعمة، ويحفظها يا رب من الزوال اللهم آمين. في مقولة بقى سمعتها إن من مصادر السعادة 3 أشياء: أول حاجة الصحة، تاني حاجة راحة البال، تالت حاجة البيت المريح. فانت فعلا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا كده بالصحة، ربنا يا رب يديمها علينا يا رب نعمة كده، ويرزقنا يا رب الصحة ويشفي كل مريض اللهم آمين. وراحة البال برضو عايزة أقول لكم إن هي فعلا من نعم ربنا فعلا علينا. راحة البال دي يعني اللي ربنا فعلا مش مأنعم عليه بعدم راحة البال بتبقى حياته وحشة خالص. فربنا يا رب يديم علينا كده الصحة وراحة البال اللهم آمين يا رب. اللهم اجعل يا رب كده بيوتنا عامرة بذكرك، هانئة بشكرك يا رب اللهم آمين، سعيدة بفضلك، مطمئنة بكرمك يا رب العالمين. اللهم أفض علينا بالبركة في بيوتنا، واحفظ اللهم الود بيننا وبين أحبابنا، وانزع منه يا رب وساوس الشيطان، وبارك اللهم في أرزاقنا، وابعد عنا يا رب عيون الحاسدين وقلوب الحاقدين، وبارك لي في أهل بيتي واجعلنا في خيرك منعمين اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. ربنا يا رب يديم علينا حبايب قلب الصحة وراحة البال والبيت المريح، وارزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة اللهم آمين. نرجع بقى للفيديو بتاعنا، معلش بقى أنا طولت عليكم كده في الكلام. أنا هنا بقى كنت جايبة كده نص كيلو كده فلفل أحمر، بحب أجيبه كده من كل فترة والتانية واعمل بيه دقة كده، اعبي البرطمان واسيبه كده في التلاجة. حمرت بتنجان وعايزة املحه، وعندي سمك وعايزة املحه لاي حاجة. انا بحب ان انا اعمل الدقة دي واسيبها كده مركونة عندي كده في برطمان. لو عاملة كده بزيادة بعبي كده برطمان او بحط كده في كيس من اكياس التلاجة وبحطها في الفريزر، وقت ما احتاجها بنزلها عباها في البرطمان واسيبها بباب التلاجة عادي. انا هنا كنت فرمتها كده في الكبة زي ما شفتوا معايا، حطيت عليها طبعا الملح اختياري تبع راحتك انتي، حطيت كده شوية ملح، وحطيت بقى التوابل بتاعتي فلفل اسمر كمون كزبرة. انا بحب برضو ان انا احط لها توابل، وحطيت كده معلقة كده من التوم كده المفروم، انا فرماه كده وحافظاه برضو في الفريزر. وحطيت كده معلقة كده من الخل، وحطيت برضو كده معلقة أو معلقتين كده من الزيت، عشان طبعا الوش بتاع البرطمان ما يريمش أو ما يعفنش كده معايا، ما يبقاش يعني كويس. وهنا بقى هعبيه في البرطمان بتاعي، وهحفظه بقى في باب التلاجة كده لوقت ما عوزه هطلعه وهستخدمه على طول. ايه رأيكم بقى في شكل الفلفل بتاعي؟ عايزة اقولكم ان هي حاجات كده سهلة وبسيطة وبتوفر عليكي كده في الوقت. هنا بقى انا كنت حضرت كده الغدا، عملت كده كشري عدس، وحمرت كده بطاطس. عايزه اقول لكم ما تكون البطاطس كده صغيره، انا بحب اعملها بالطريقه دي. وساعات برضو بحمر كده فصين 3 توم كده وبقوم رشاهم عليها. عايزه اقول لكم بتبقى مخليه طعمها جميل جدا، او بتودي طعم البطاطس كده لمكان تاني خالص. انا زي ما قلت لكم بقى، أنا لما تكون البطاطس كده صغيره كده شويه، بحب ان انا اعملها بالطريقه دي، بسلقها واقشرها واتك عليها كده بايديا، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت بقى مخلل بقى من اللي احنا عاملينه، وسلقت بيض وعملت كده سلطة وحمرت فلفل. وعايزة اقول لكم ان الاكلة دي فعلا بتأكل جدا، يعني انا بالنسبة لي دي اكتر اكلة ممكن الواحد ياكل فيها ويشبع، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اكلة فعلا مشبعة.
يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة كده عجبكم، يا رب أكون دايما كده عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.